العمود هذا، شوف الحجر هذه كم طولها، تقريبا متر وشوية. هذا حجر واحد، لكن مع الأسف أصبح المبنى هذا زي ما قلنا لكم اسطبل للحطب. في هناك فتحات دغاليل، تعالوا أوريكم. طبعا عمر المبنى هذا أكثر من 200 سنة. أنا ذكرت أنه عمره 200 سنة، لكنه اتضح أنه عمره تقريبا 400 سنة. شوفوا هذه الفتحات، هذه دغاليل ما نعرف إيش كانوا يستخدموها بالضبط. الإضاءة ما فيش إضاءة، ولا لو أوريكم أنا مشغل الإضاءة حق الجوال وماشي بالشكل المطلوب واضحة. شوفوا العقود منين وين كانوا يحطوها، من فوق الحجار لا فوق الحجر الثاني. وهنا كمان نفس الطريقة. شوف مثلا معك هذا المربوع، هذا المردم هذا، شوف حجر واحد، حجر واحد، شوف كم طولها وكم عرضها، سبحان الله العظيم. طبعا شكلها يعني اهتجم عليهم بفترة من الفترات ورجعوها، ما قدروش يرجعوها بنفس الطريقة اللي بناها الآباء والأجداد، رجعوها بالطريقة الحديثة اللي هي المرابيع الخشب، يعني 1 2 3 4 رجعوها بمرابيع خشب. ما عرفوش انهم يبنوها بالطريقة الصحيحة. شوفوا خلوها هناك مبججة، يعني ما عرفوش انهم، حتى هذا الحين لو مثلا جاوا يجددوها ما يقدروش يجددوها بنفس الطريقة. الحجر هذه لو يجوا الآن 5 أشخاص 5 نفر يحاولوا يرفعوا الحجر هذه ما بيعرفوش يرفعوها. شوفوا